إذا ناوي تروح للعمرة بشهر رمضان وخاصة العشرة الأواخر فهذا الفيديو ضروري تشوفه. اللي يميز العمرة بهاي العشرة الأواخر بالإضافة للأجواء الروحانية والأجر العظيم هو الأعداد الهائلة اللي تتواجد بمكة المكرمة أو المدينة المنورة. فهذا التجمع الكبير من المعتمرين اللي يكونون من كافة أنحاء العالم ممكن يعرضنا للإصابة ببعض الأمراض المعدية، فهاي اللقاحات ضروري ناخذها. لقاح الحمى الشوكية لأنه خلال هاي التجمعات يزيد خطر الإصابة بالتهاب السحايا اللي طبعا تنتقل عن طريق السعال والعطاس، فناخذه قبل 10 أيام من السفر وراح يبقى فعال 3 إلى 5 سنوات. لقاح الإنفلونزا الموسمية اللي ممكن تنتشر بسرعة بالأماكن الزحمة وتسبب مضاعفات خطيرة خاصة للكبار بالعمر واللي عندهم أمراض مزمنة، فناخذه على الأقل شهر قبل السفر. لقاح الكبد الوبائي AUB ولقاح حمى التايفوئيد، لأن هذول الاثنين راح يحمونا من الفيروسات أو الأمراض اللي تنتقل عن طريق الأطعمة والمياه الملوثة. أنا دكتورة سارة وهاي سلسلة سافر بصحة ويا رحال. تكونوا حجزتوا عمرتكم بأكثر أيام مباركة، وإذا بعدكم شيكوا رحال وهم راح يسهلوا لكم كل الإجراءات.